علاء هذا في ذمة اخوانك يا علاء. يابا ما في داعي لهذا الكلام. يابا لا تخوفناش عليك. في ذمة اخوانك يا هدية، انتبهوا لهم. انا خلاص. يابا تكونش تخوفنا عليك. سامحونا لو قصرت معاكم بأي حاجة. أبا 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 لا تخوفناش عليك. على شوف مالو بي أبا 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 يابا أبا بعد الشر عليك يابا. أبا الحمد لله على كل شيء أختي، الله يرحمها بي. خسرنا أمي وأبي في شهر بسبب الحادث. خسرنا أمي في البداية وقلنا النبي نجا يتعالج، بس لحق بعد أمي. الله يرحمهم. الله يرحمهم يا أخي. إيش عاد نعمل؟ الحمد لله نرضي بالقدر. الحمد لله يا أختي على كل شيء، الله يرحمهم. بس الآن خلاص نشتي نبدأ حياتنا مع معانا إلا هذا البيت والعفش اللي فيه. ما عاد معانا شيء. بعنا السيارة، بعنا اللي كان معانا من ذهب على اساس بنعالج أبي. بس الحمد لله على كل شيء. الآن نبدأ حياة جديدة، وأنا ما بقصرش معاكم وبخرج أشوف لي شيء عمل ولا شيء على اساس إني نوفر لقمة عيشنا، لأنه في النهاية لو رقدت أنا وكذا أنا بالنسبة لي ما عاد أدرس خلاص. أنا أهتم بكم وأهتم في البيت. معلش أكلمك بحاجة. تكلمي ما هو مجد. بدي أكمل دراستي وأوقع دكتورة في المستقبل. كملي دراستك وقعي أفضل وأحسن دكتورة في المستقبل وفي اليمن هذا كامل. الله يحفظك يا علا ويخليك لنا يا رب. آمين يا رب العالمين. انتوا الله يحفظكم ويهديكم ويخليكم في الدنيا هذه أحلى ثنتين وأحلى أخوات في الحياة، سعيدات. إن شاء آمين الله يا يا رب. رب. أهلا وسهلا. قدم الله يقلك. الحمد لله. ما بتفعل هذه الأيام؟ والله بعد موت أبي جالسة في البيت، وهي هذه الأيام بدور لها عمل. ليش ما تشوفش حاجة تسلي منها؟ قد أنا كذا أجلس مع أخواني أحسن. أيوة، إيش قلتي لي؟ ليش ما تردي على الجوال؟ احتمال في شيء مهم. لا ما فيش حاجة عندي، هذه من صاحبتي. إن شاء الله. خذي مال أمي بتروج. منو؟ أمي. سابر. والله لا أتصل. ها يا هلا، يا مرحبا. كيف أنتم؟ كيف أنت؟ بنت إيش بتعملي؟ لا ولا شيء، بس صاحبتي. إيش الصوت هذا اللي جنبكم؟ رحت عند صاحبتي. ليش تروح عندهم؟ استأذنت مني. خلاص بعدين نتفاهم بالبيت، تمام؟ لا طيب بعدين نتفاهم. يلا باي. إيش هذا حقك الهبالة؟ إيش بتعملي؟ لا ولا شيء، بس تضيع وقت. هذا تضييع وقت؟ هذا مش من تربيتنا ولا هذا من تقاليدنا. اسمعيني، هو بالنهاية انت بدل ما تفعلي لنا الرجوع اتصال، بالنهاية تضيع وقت، وإذا احتجنا شيء ولا شيء بنخليه يعبي لنا رصيد. فكري بالموضوع، إذا عبك بك اتصلتي لي وأنا بكتب لك رسالة. يلا باي. الله مع السلامة. بعد أنت متأكد إن هذا أمك؟ يا أخي أيوة أمي. طيب كيف تقول لها بعدين نتفاهم مدري ما عاد ما يصبرش. هذا أمك. بعدين بين اسمعك وأنت تصيح عليها. محمد صلى الله على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آله. اشتي كلمك بحاجة ولا دعم كلمت يا أخي تكلمت كيف يعني مستعمك ما فهمت. ما يشمك من أختك. لا أهم شيء ينفع. يعني كيف أنا ما أفتهم ليش؟ استغفر
عب عليك يا مجد، عب عليك، ما هو هذا الكلام. محمد انت ايش دراك ايش دراك؟ كيف ايش دراني؟ كل واحد ما عارف، كل واحد. انت ما تعال. عب عليك، استاهل على نفسك، ما هو هذا المجبار. صلي على النبي، احنا جينا نذاكر ولا ما هو؟ معنا ناخذ وقت يا مجد. ليش انت قربت لما تتكلم كذا؟ ولا تجرب، ما هو هذا الكلام. انت جرب شوف. طيب يا مجد معنا اختبار، ما ينفعش. هو تذاكر معه يوانسك، تطبح لما تذاكر تطبح، ترجع ترقم بدلال وتكلمه يفتح النت. والله انكم مش تفهموا والله. اقول لك خلاص انا فكرت. ايش؟ بعدك. خلاص علي. هذا القها علي يعني. سابر. تمام. يلا ذاكرنا. خلاص قاعد. اسمعيني، هو بالنهاية انت بدل ما تفعلي لنا الرجوع اتصال، بالنهاية تضيع وقت، إذا احتجنا شيء ولا شيء بنخليه يعبي لنا الرصيد. والله انه ما يصلح. بس يا شهمل انا بحاجة فلوس ورصيد، لأن غير حالته ضعيفة. اتصل بها ولا ماشي؟ لا 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 ما بتصلش، بعدين اخي لو يعرف لا يقتلني. هو ظني حتتصل. ايوه السلام عليكم. ايوه خلاص تمام. تعجبيني خلاص تمام، بخلي الوالدة الآن تتواصل معاكي. تمام؟ يلا باي. محمد ذاكر. سابرة. ايوه. كيف تقول شنو نجاح؟ ان شاء الله على ربك. ها تلفونك فينك. انا بسوقي. مسكين حكينا. ايوه انا ناخذ. الو. يا هلا. لا تنسى تقول الموضوع حقيقي. شفت هذاك صاحبك اللي كلمتني عليه ان انا ادور له وحده؟ حصلتها. على البنت. ايوه ايش قالت؟ ارسل لك الرقم حقه وانت رسل له اياه. ترسل لي الرقم الان رسل الان يلا خلاص تمام يلا باي. رسل الرقم الان. يا ليلى كيف لا والله ما يا اخي اسمع حبيبي نبدأك. لا خلاص والله انك يا اخي كفو. حبيبي نبدأك. ها الرسل التلفون وين تلفوني؟ تلفون وينه؟ هذا هو. ما يفعل معاه مسراقة. يا اخي انت اتصل. هذا اتصال عب علي. بس كيف سجل الرقم؟ سجل. ما هو قام. الحين كيف اتصلنا؟ سجل. بسم الله بسم الله يا رب. رن رن وين ايش هذا الرقم الغريب؟ بس كذا قرب ارد عليه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معي؟ قالت من انا ايش اقول لها؟ قل لها اللي جابت لي رقم صاحبتك. ها انا الذي كلمتك على صاحبتك. معك محمد. هاي اهلين. المهم كيفك؟ تمام. ها خلص شوية واكلمك لانه الان اجا اخي. تمام. يلا مع السلامة متواصلين. يلا باي. ايش قالت؟ قالت اخوها دخل، قالت نرجع نتواصل. واخته اخوي يدخل. ادري يا الله ان احنا والله ما كنت شافك معاها مجبر معنا. سهل والله انا كنت شاف. ما خلق اخي. يلا سابق. قل معي رصيد لا عبي له. ما ادري والله تقول عبي لها بس ما لا مو تعبي له. عشان شو يدري يا اخوي ليش؟ والله من نسيت. البداية. تقول كيف حالي علي بعدك.
كيف انتي؟ الحمد لله. إيه صرت اشتغلت ودبي يعني مشيت حالي وديت لكم اكل يعني من اللي يقدر عليها الواحد. الحمد لله. وما عاد فهمتوا اليوم؟ خليت اختي تصير تسجلني في المدرسة. الحمد لله. سجلتي ان شاء الله تكوني الاولى في المدرسه مش ترفعي براسي ها؟ ان شاء الله. وانا عشان اكون ادي ليش مصروف كل يوم. أنا الحمد لله شاطر. كملوا كلوا وبعدين اهتموا بدراستكم تمام؟ هدية. هدية. خير؟ لا تقولي. انما جيتي لعندي اللي انا ذاكر ليش؟ قوم من قلعي من قدامي قالت ذاكر لها فاضية لها انا الان. ما لها حد اليوم متغيرة. بس لعل الله خليه ذاكر لي. يوعد وصلنا العمل تعب. يلا مفعول معي بكل اختبار. يا أحمد. هدية ما رضيت تذاكر لي. ليش ما رضيتي تذاكر لي؟ مدري كانت ماسكة تلفون قلت لها يا هدية ذاكري لي قامت تصيح. يمكنني تعبة ولا شيء. أنا شو أذاكر ليش أنا عادي. كلي تعبة من البيت ليش غدا علي كيفي. شو دخت بس أيوة. الله يوفقك شر العالمين. في انتي الحين؟ أيوة. ما شاء الله. سيري نامي على اساس تصحي بدري وقبل امتحان. حاضر. يلا الله يحفظك. راح وغني المزاد مع محمد دخلت نفسي كيفني في حاله. محمد أمجد بس دقوا الباب انا سامع له. أمجد مش وقت الخبر. دقوا الباب. دقوا راسك هذه الساعة بين أقول لك قر. ها صاحتوا ما هو صايح أنا أصلي على النبي. والله إن إحنا هذا الذي نفعله والله إنه غلط. الله المسلم. يعني بنلعب بنات الناس، بنلعب بعار الناس، عيب نستحي على نفسنا يا أمجد. أنا ما كنتش لي دخل بهذا المواضيع، ليش دخلنا يا أمجد؟ قهرتك انا قلنا. وأنا بين أقول لك أنا صدق أمجد، مش هو يعني مش كل الكلام عندك سواء. يعني عيب كل واحد ما عار من دق باب الناس دق وعاره ونداري، أنت معك عار وأنا معي عار. ما يصلح نلعب بنات الناس، صح؟ مشاعر البنات ما هي رخيصة يا أمجد. تفهم ولا لا؟ والله أنا اشتي الآن أتصل بأخوها. لا كيف لا؟ ضرب خلاص. لا مش قصة يا أخي. طيب لا حضرتها أنا عيقي واحد ثاني. يعني أنا لو لقيت أنا أول واحد يعني مسكين. عيقي واحد ثاني يعني هذاك داري بالشباب بحق هذه الأيام. ايش قام معك رقم اخوي؟ أيوة اتصلت لي قبل أمس منه. ها؟ مقاد أنا أكلمك صدق. انا مش تكلموه يا مقاد شاك خلي علي بس. الخطاط. الو السلام عليكم. من معي؟ معك واحد فاعل خير. فعل خير. ما بالله كنت ربنا الكابوس. فعل خير. ما بالله كنت اشتي يعني اكلمك من شان اختك التي هي كريمة. تفضل خير. تمام لا خبرينا.
ما بالله هذه الايام اختك يعني بتساير بنات السوق وهذاك داري يعني شوف نفسها هذاك يعني داري بالبنات حق هذه الايام المنحرفات وكذا. وانا يعني سالت عليكم ما شاء الله طلعتم اسره محترمه، واختك يعني عادها بدايه بتواصل مع الشباب وكذا، بس انا حبيت يعني ان انا بس استطلعك على الموضوع بس ووقفت يعني حتى. خير، شكرا على نصيحتك يا غالي. يلا مع السلامة. الله سافر، مع السلامه. هلا محمد محترم. امجاد انا بين اكلمك من سر، تفهم انت ولا لا؟ اقول لك بنات الناس مش لعبه، عيب عليك، استحي على نفسك، لا ما تعتقس هكذا، تفهم انت ولا لا؟ عيب، كل واحد معه عار، انت معك عار وانا معي عار. طيب شو احضر ادلناش؟ لا بس يعني نصيحتي لي منك. تمام. يعني مثلا الحين تلقى واحد بيغازل اختك لا سمح الله، ما عاد تفعل. شو كله؟ خلاص كلم روحك، عيب بنات الناس مش لعبه. حاضر. معيش رقم اخوك نجي تصل نفسها. يلا سافر. خلاص مذاكرة ومصحف من المسجد للجامع، من البيت للجامع، من الجامع للبيت، وصلاة وعبادة وصيام. مش تبدي هذا الكلام بعدين ترجع تقلب. الله المستعان. عيب انا اعتبرك نفسك. هذا اخواصل معي. يعني بس انا هذا يعني انا انصحك يعني اعتبرك نفسك والله. تمام قدك. ولا لو واحد ثاني يعني ايش يدري؟ ولا لو واحد ثاني والله ما لي دخل منه. وانت حر، اتقبلت حبيبي ردالك، وانت تقبلت هذه النصيحة ولا انت حر. خلاص. واختي ما زعلتي؟ انت بتمشي بالطريقة الغلط، احنا قصرنا عليك بحاجة. ايش من طريق غلط؟ انت بتغلط علي، عيب عليك يا علاء. انا غلط على اختي، ما حد بيغلط على اخته ابدا. انت بعقلك بتمشي بالطريقة الغلط، وانا واثق بك انك في البيت بتذاكري للعيال، وانا اقول مع الملاك بتقول قد انتي متغيرة بقى التلفون ما بتذاكري لهمش. اذا من صديقات السوء صديقاتش عندش دري ما شوف يا علاء انا بس عارفة يا أخي إني غلطانة، وأنا آسفة وما عاد بكررهاش. ما عاد بكون شمشي مع بنات السوق، ووعدك إني الآن أحضره. حبايب قلبي، نتمنى في نهاية الفيديو إن الفيديو عجبكم وإن الرسالة وصلتكم، وهي كانت فيديو وفلاش مستعجل عن الوضع اللي احنا بنعيشه في هذه الأيام، ونتمنى أن الفكرة وصلتكم، والقادم بإذن الله أجمل. وقبل ما نختم الفيديو لا تنسوا زر اللايك وتفعلوا الاشتراك، واللي مش مشترك يشترك. فلسطيني فلسطيني. ما ناسي جنبك. صير فلسطيني. الناس يموتوا وانت قاعد تعمل فيديوهات. لا يا حبيبي، احنا ما بننسيهم ان شاء الله، نذكرهم في قلوبنا وبندعو لهم في كل صلاة. وهذا شعار وشعار فلسطين، ونتمنى من كل المشاهدين كلهم. ايوه، ونتمنى من الكل انهم يدعوا لاخواننا في فلسطين، والله ينصرهم ويقويهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيات.